صحفيا بعد أحد الأيام الدامية قلت: كم يريد السيد المالكي أن يبلغ عدد الضحايا والشهداء للأيام الدامية كي يستقيل؟ واستمرت السنوات والأيام الدامية دون توقف ولم يستقل أحد. ولذلك فإني أطالب التحالف الوطني بالاجتماع وتحديد فيما إذا وصل رقم الضحايا والشهداء الأبرياء ما يمكنهم أن يقولوا للمالكي: كفى دماء، كفى قتلا، كفى ظلما، وعليك الاستقالة. أنا اليوم أطالب التحالف الوطني بعقد جلسة طارئة فورا 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 لاستبدال المالكي ببديل شيعي من التحالف الوطني رئيسا جديدا للوزراء، واستبدال المالكي المسؤول الأول عن الفشل الأمني الذريع. فمتى يتجرأ التحالف الوطني ليقف بوجه المالكي ويقول له: كفى أياما دامية، كفى خططا أمنية فاشلة، كفى سنوات الدم والقتل والقهر والظلم. 6 سنوات ودماء شعبنا تسيل، 6 سنوات وأبناؤنا يذبحون ويفجرون، 6 سنوات لم يسلم فيها بيت عراقي من فاجعة القتل اليومي المنظم لشعبنا، 6 سنوات ومسلسل الدماء والقتل والتفجيرات مستمر. ولا حياة ولا حياء لمن تنادي: أين تبخرت خطة فرض القانون الفاشلة؟ متى يقفون وبشجاعة ليقولوا للمالكي: كفى فشلا، كفى قتلا، كفى ظلما؟ متى تنقذون الأبرياء؟ متى؟ كيف تنامون؟ وعلى ماذا تصحون؟ وأي حكومة وأي مجد وأي رئاسة وزراء ترجون؟ ونحن نصحو على أصوات الانفجارات والكواتم وعويل الأمهات وصراخ اليتامى وأشلاء أبنائنا توارى الثرى. أما آن الأوان للاستقالة يا رئيس الوزراء؟ أيها القائد العام للقوات المسلحة، أي كرسي هذا الذي تتمسك به؟ أي كرسي هذا الذي تتمسك به؟ ولقد غرق كرسي الحكم، غرق كرسي حكمك بدماء الأبرياء. ألا يكفي؟ الله أكبر، الله أكبر. هذه الأيام الدامية ألا تدل على فشل الملف الأمني والمسؤول عنه فشلا ذريعا؟ لماذا لا تقولون للفاشل وبحزم: أنت فاشل، أنت مقصر، يجب إقالتك؟ لماذا تنصرون وتساندون الفاشل؟ لماذا الإصرار على إبقاء شخص فاشل ومقصر؟ واليوم السيد المالكي وبعد كل هذه الدماء التي ما زالت تسيل يريد الاستمرار في الحكم، بل ويبحث عن حكومة أغلبية سياسية، بل ويعيد البحثية، بل ويعيد الصدامية. فمن الذي يمزق صف الشيعة؟ ومن الذي يمزق العراق؟ وأين تشدقك بوحدة الصف الشيعي؟ اليوم أنا أبرئ ذمتي أمام الله وأمام الشعب، وأطالب التحالف الوطني بعقد جلسة طارئة فورا 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 لإقالة السيد المالكي وتقديم بديل شيعي من التحالف الوطني لحقن دماء الأبرياء وإيقاف مسلسل القتل اليومي لأبنائنا، وعدم الإصرار على استمرار الفشل الأمني الذريع، وعدم الإصرار على إراقة شلالات الدم العراقي. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، اللهم بلغت، اللهم فاشهد، اللهم بلغت، اللهم فاشهد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.